اللي هو انت هتخلفي امتى؟ او اي واحده مثلا تلاقي حد طنط حشريه في حياتنا اللي هو انت هتخلفي امتى يا حبيبتي؟ عايزه اقول لها هو انا لما يعني الشخص اللي انت بتساليه ده هيخلف امتى؟ هل هو انت اللي هتربي له ابنه؟ انت اللي هتصرفي على ابنه؟ انت اللي هتاكلي ابنه؟ انت مالكيش علاقه خالص خالص. يعني انا اصلا عايزه اقول لكم ان الدكتور اصلا منعني من الخلفه يعني لمده شهور، مش عايزه اذكر المده معينه. انا ما ينفعش اجيب بيبي عشان خاطر الدواء اللي انا باخده سواء لالتهاب العصب الخامس او للكهرباء على المخ. يعني انا ممنوعه. قال لي كده بالوجه يعني بالبنط العريض، مفيش خلفه الفتره دي خالص يا دعاء. وعايزه اقول لكم انه من وقت ما انا اتزوجت لغايه دلوقتي انا ما يعني مش عندي بيبي او ما كنتش حامل، رغم ان انا ما باخدش اي حاجه تمنع انه يكون عندي بيبي. فهي كلها ابتلاءات ابتلاءات. فمفيش حتى ابدا حياته اللي هو وردي يعني خالص. او ايه ده الشخص دوت شوفه بيخرج وبيروح وبيجي وبيتصور وبيجيب منتجات وعايش حياته خالص. مش احنا ده احنا اقول ايه بس لا، الشخص ده عنده